عليه وذكرى هلاك عدوة الله وعدوة رسوله وعترته الطاهرة عائشة بنت أبي بكر الحميراء لعنة الله عليهما. وكما هو المعتاد في مثل هذه المناسبة فإنا نحرص على أن نوعي المسلمين عن والله الذي رفع السماوات بلا عمد عائشة الآن في نار جهنم. ولكن حديث رسول الله في شأن أمير المؤمنين عليه السلام إذ جعله ميزانا تفرز به بين من يكون مؤمنا ومن يكون منافقا، تخليه هو الميزان، تشوف منو يحبه مؤمن منو يبغضه منافق. هذا له تتمة، هذا الحديث تتمة شوية تسخن الحرارة عند بعض الناس. يعني مو بس قضية اللي يبغض عليا منافق، لا، أكو شيء آخر. مبغض علي عليه السلام شنو يطلع؟ ابن الزنا. زين، يتحمل بعض الناس أنه نقول عائشة بنت زنا؟ أنتوا تتحملون ولا ما تتحملون؟